اهلا متابعين ترند النهارده. نهاية بلال شامة. دلال قتلت بلال شامة النهارده على اساس اللي هو خفت كل جرايمها، والصور دي زي ما انتوا شايفين اللي هي قتلته. عايزه اقول لكم الحلقه بتاعت بكره انتقام جعفر العمده من عيله فتح الله ومن دلال. كده فاكره دلال نفسها اللي هي ركزت على كل حاجه وخلصت كل حاجه، بس للاسف الحلقات بكره هتبدا. عايزه اقول لكم نعيم ما طلعش يا جماعه بريء زي ما انتوا شايفين. بلال شامه قبل ما يموت حكى جعفر العمدة كل حاجة، ونعيم كان ليه دخل بدلال واتفق مع دلال اللي هو يخطف ابن جعفر لان هو غيران منه. زي ما قلتلكوا في الفيديوهات اللي قبل كده، في الحلقات اللي قبل كده، اللي هو نعيم ده مش زي ما هو ملاك زي ما انتوا شايفين، بس على حسب الاحداث. وعرفت الخبر اللي هو صدمة دلوقتي اللي هو سيف هيموت. دلال هتقتل سيف برضو في الاخر، بس الكلام ده مش عارفين حقيقي ولا لا. بس على حسب الاحداث موت سيف هيموت في الحلقة الجاية، وده اللي هيحصل مع جعفر العمدة. بجد حلقات مشوقة، ودلال مش هتسيب جعفر العمدة في حاله، هتقتل كل الناس اللي معاه. اولهم قتلت بلال شامة، تاني حاجة هتقتل سيف اللي هي هتنتقم من جعفر العمدة، مش عايزة حد يخليه معاه. زي ما قلتلكوا نعيم مش ملاك، والقبلية اللي حصل ده او الصورة اللي قدامكوا دي كان موت سيف على حسب ما نزلت في الاخبار. ناس كتير اوي متحمسة للاحداث اللي جاية، بس دي الاحداث اللي هتحصل. اشوفكم على خير في ترند جديد. مع السلامة.